مدينة أطلانتس المفقودة. تعددت التعريفات والآراء حول أطلانتس المفقودة، وتعرف أيضا باسم أتلانتيكا، ويقال بأنها واحدة من الجزر الأسطورية الواقعة في منطقة المحيط الأطلسي، وتحديدا في الجهة الشرقية التابعة لمضيق جبل طارق. وانتشرت أسطورة أطلانتس منذ حوالي 2500 عام، واستخدمت للإشارة إلى مجتمع يتميز بامتلاكه مجموعة من الإنجازات المتطورة، سواء في مجال الهندسة أو العمارة والمباني أو القوة العسكرية أو الموارد الطبيعية. ومن التعريفات الأخرى لأطلانتس أنها مكان يمتلك حجم قارة، ويحتوي على الكثير من النباتات والحيوانات والمياه النقية والتربة الغنية وغيرها من المميزات الأخرى. صارت القصة الخاصة بمدينة أطلانتس وحضارتها المفقودة جزءا من الخيال البشري للعديد من السنوات، ولم تظهر أي معلومات أو دلالات تاريخية وأثرية حولها. أما الظهور الأول لقصتها فيعود إلى وصف الفيلسوف أفلاطون لها من خلال تأليفه نصا حواريا بعنوان تيمايوس، يصف فيه حوارا بين سقراط وفيثاغورس، ويشارك في هذا الحوار شخص صوفي اسمه كرياتس من خلال كلامه حول مدينة أطلانتس. حرص الفيلسوف أفلاطون على تقديم وصف حول مدينة أطلانتس، فأشار إلى أنها أفضل مكان يعيش فيه المهندسون والمعماريون، كما قال بأنها تحتوي على مجموعة من المواني والمعابد والأرصفة والقصور، وأن أطلانتس بنيت على تلة يحيط بها الماء على شكل مجموعة من الحلقات المرتبطة مع بعضها البعض عن طريق الأنفاق، وساهم ذلك في السماح للسفن بالإبحار فيها، إذ تشكل حلقات الماء هذه باتصالها قناة كبيرة جدا تتصل مع المحيط. يشير الفيلسوف أفلاطون في مؤلفاته إلى أن مدينة أطلانتس المفقودة حكمها إله البحر اليوناني بوسيدون، والذي حرص على استخدام أطلانتس للتعبير عن تقديره لزوجته عن طريق بناء بيت كبير لها على إحدى التلال في وسطها. كما يوضح الفيلسوف أفلاطون أن سكان المدينة هم من المهندسين الذين امتلكوا تكنولوجيا متطورة ومتقدمة تفوق مناطق عالمية أخرى. أما سكان القرى من الطبقة الثرية في أطلانتس فقد سكنوا الجبال. أما نهاية الأسطورة الخاصة بمدينة أطلانتس فتكون بغضب الإله زيوس، ولكن لا تخبر هذه النهاية إذا قرر زيوس تدمير مدينة أطلانتس أم لا، فهي تكتفي بذكر وعيد زيوس بأن يلقن أطلانتس درسا عنيفا. ولقد ظهرت العديد من النظريات حول مدينة أطلانتس المفقودة، وحرصت جميعها على توفير أسباب لاختفاء هذه المدينة، كما ساهمت في رسم صور حول شكلها وطبيعتها، مثل أن أطلانتس كانت قارة، وهي النظرية التي تشير إلى مدينة أطلانتس على أنها كانت قارة ظهرت في منتصف المحيط الأطلسي وتعرضت للغرق المفاجئ. وترتبط هذه النظرية مع إدراك أن أطلانتس هي مكان موجود بالفعل وليست أسطورة من تأليف أفلاطون. وظهرت هذه النظرية في نهايات القرن ال19 للميلاد من خلال كتاب المؤلف إغناتيوس دونيلي وعنوانه أطلانتس عالم قبل الطوفان. واحتوى الكتاب على جدل حول الإنجازات التي ظهرت في العالم القديم، وربطها الكاتب مع وجود حضارة ذات بيئة متقدمة. وقدم دونيلي وصفا عن أطلانتس قائلا بأنها قارة غرقت بالماء بناء على المكان الذي حدده أفلاطون في المحيط الأطلسي، والمشار له بالصخور الموجودة عند مضيق جبل طارق. النظرية الأخرى تقول أن أطلانتس اختفت في مثلث برمودا، وهي نظرية اشتقت أفكارها من أفكار الكاتب دونيلي، إذ أن الكثير من المؤلفين حرصوا على التوسع في دراسة وإنشاء النظريات والتوقعات حول مكان أطلانتس. ومن أهم أولئك الكتاب تشارلز بيلتز، الذي ألف الكثير من الكتب حول الظواهر والأحداث الخارقة. ومن التوقعات التي أشار لها بيلتز أن أطلانتس كانت موجودة بالفعل، وهي من القارات الواقعة مقابل جزر البهاما، ولكنها اختفت في مثلث برمودا. كذلك نظرية تقول أن أطلانتس هي أنتاركتيكا، وهي النظرية التي تشير إلى أن أطلانتس ليست إلا صورة متطورة عن أنتاركتيكا في الوقت الحالي،
وتنتمي هذه النظرية إلى تشارلز هابود من خلال كتابه المنشور في سنة 1958 بعنوان قشرة الأرض المتحولة، حيث يرى هابود أن القشرة الأرضية شهدت تحولا قبل حوالي 12,000 عام، ونتج عن ذلك تغير مكان انتاركتيكا من موقعها إلى موقع بعيد جدا. كما يقول إن هذه القارة شكلت موقعا لواحدة من الحضارات المتقدمة، وأدى التغيير في موقعها إلى دفن الحضارة الأطلسية تحت الجليد. يرى البعض أنها ليست إلا مجرد رواية أسطورية، وهي النظرية التي تخبر أن مدينة أطلانتس ليست إلا مكانا خياليا، أما قصة فقدانها فهي مشتقة من أحد الأحداث التاريخية والمرتبطة بالفيضان الذي أثر في البحر الأسود تقريبا في سنة 5600 قبل الميلاد. وكان البحر الأسود في ذلك الوقت عبارة عن بحيرة تشكل نصف حجمه في العصر الحالي، وانتشرت حوله الكثير من الحضارات التي واجهت الفيضانات القادمة من ماء البحر. يرى البعض الآخر أن الحضارة المينوية هي أطلانتس، وهي نظرية تقول أن أطلانتس هي الحضارة المينوية التي وجدت خلال الفترة الزمنية بين 1600 إلى 2500 قبل الميلاد، وهي حضارة ظهرت على جزيرتي تيرا وكريت، إحدى الجزر التابعة لليونان. وينتمي شعب الحضارة المينوية إلى الحاكم الأسطوري مينوس، كما يشار إلى أن هذه الحضارة هي الأولى في قارة أوروبا، وقد احتوت على العديد من الطرق والقصور القديمة. كما يرى البعض أن أفلاطون قد اخترع أطلانتس، وهي النظرية التي تربط بين أفلاطون واختراعه لمدينة أطلانتس، أي أنها لم تكن موجودة فعليا، بل ظهرت نتيجة لأفكار أفلاطون، وأن الحسابات الأفلاطونية لوجود أطلانتس ليست سوى خيال. ترى أين هي الحقيقة؟